تعالي النهاردة في الفيديو ده هقولك على حاجة جميلة جدا أنا اكتشفتها، ويمكن محدش اتكلم عنها قبل كده. كل المدربين دلوقتي وفي غير المدربين كمان ناس كتيرة قوي بتعمل فيديوهات وازاي نتعامل مع الطريق وازاي نتعامل مع الزحمة. وكل ده جميل جدا، وفي ناس أحسن مني مليون مرة وبتعمل حاجات حلوة قوي، وفي ناس كتير ليها متابعين ليها وبتستفيد منهم. ولكن أنا جايالك النهاردة وبقولك عن حاجة محدش اتكلم عنها قبل كده. والهدف من الفيديو ده ان انا عاملاه لان المشكلة الشائعة لكل الناس اللي بتتعلم السواقة جديد هي الخوف والقلق والتوتر. ودي بتحصل مع كل الناس، ودي الحاجة اللي على طول اي حد لسه بيتعلم جديد بيشتكي منها. طيب النهاردة هكلمك عن نقطة مهمة جدا ممكن تساعدك على الخوف والقلق والتوتر، انك تحاولي على قد ما تقدري تسيطري عليه بخطوات بسيطة قوي. اسمعي معايا الفيديو للآخر ويلا بينا. هكلمك النهاردة عن التركيز. يعني ايه التركيز، او هيعمل ايه التركيز في تعليم السواقة، او لو انت متوترة وخايفة من السواقة جديد تعالي اقولك ازاي. بصي معايا يا ست الكل، التركيز ده مهم قوي. اول حاجة هو هيقضي على الخوف والتوتر. والتركيز هنا ملوش علاقة بان في حد مبتدئ لسه بيسوق جديد، ولا حتى انه خبرة بقاله سنين بيسوق. ده الموضوع مرتبط بيهم هما الاتنين، سواء لو انت حد جديد او لو هو خبرة وبقاله سنين بيسوق. الأفكار السلبية اللي بتسيطر على دماغك وانتي نازلة تسوقي أو وانتي جوه العربية وبتسوقي أصلا، الأفكار دي بتأثر عليكي بشكل كبير جدا وبشكل سلبي. بمعنى ان لو في وسواس، خلي بالك الشيطان بيبقى قاعد فوق دماغك هنا وانتي بتسوقي جديد، وبيقعد يوسوسلك بأفكار كتير قوي وحشة تخليكي مش مركزة خالص في الطريق. انتي النهاردة نازلة من بيتك عايزة تسوقي، تمام زي الفل. لكن هو بقى ايه، هيقعد فوق دماغك هنا ويقعد يوسوسلك بافكار تقعد تسيطر على كل حاجه فيكي، تسيطر على مخك وعقلك. بمعنى ان هو مثلا بيقعد يوسوسلك يقولك العربيه هتتخبط منك، جوزك هينكد عليكي النهارده هترجعي له العربيه مخبوطه، باباك هيزعقلك وهيحلف عليكي انك مش هتاخدي العربيه تاني، انت النهارده مش هتعرفي تظبطي الركنات وهتقعدي محتاسه، انت النهارده الناس هتضحك عليكي وانت بتركني ويصوروكي ويتريقوا عليكي. وخدي بقى من ده كتير، افكار 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 عماله تدور في دماغك، ووسواس شغال هنا وقاعد لك على كرسي العربيه وعمال يوسوس ليكي بافكار وحشه قوي. طبعا انتي كلسه جديده بتبقي طبعا كل الافكار دي مسيطره على دماغك، ولا انتي لا مركزه مع الطريق ولا مركزه مع العربيات، ومركزه بس في الافكار اللي شغاله هنا دي. وكمان مش شرط يكون وسواس بس، ده ممكن جدا تكون أفكار سلبية أو حاجة حاصلة عندك في البيت. مشكلة في البيت، مشكلة في الشغل، مشكلة مع الأولاد، مشكلة في دراستك في مذاكرتك، مش نايمة كويس. حاجات كتيرة جدا بتأثر عليكي، فانتي طول الوقت دماغك شغالة في الفكرة اللي انتي عمالة تفكري فيها، في مشوار مثلا عايزة تروحيه، في حاجة معينة عايزة تعمليها. يقعد بقى مخك شغال، عمالة انتي كل تركيزك ومخك رايح للحاجة اللي انتي بتفكري فيها دي، مش بيفكر خالص ولا مركز مع الطريق ولا مع العربيات ولا مع اي حاجة، هو شغال هنا وخلاص. كل ده ليه؟ علشان التركيز، انت خدتي حتة من المخ خليتيه يركز في الفكرة السلبية او في الوسواس اللي شغال والشيطان شغال عليها، او الفكرة اللي في دماغك بتفكري فيها، او حاجة موتراكي. كل ده بيأثر طبعا على مستواكي. ترجعي من الحصة او ترجعي بعد ما تكوني سوقتي مثلا ساعة او ساعتين على حسب، ترجعي تقولي انا مش عارفه، انا النهارده العربيه اتحكت مني في الرصيف ما كنتش واخده بالي وانا باخد اليوتيرن، انا النهارده ما عرفتش اركن، انا النهارده اتوترت جدا جدا بسبب الزحمه والعربيات وكانوا بيكسروا عليا، انا النهارده ناس كتير قوي كانت عماله تزمر لي وناس كتير قوي خضاني وانا مرعوبه، انا النهارده ما كنتش مركزه خالص في الحصه. كل ده ليه؟ علشان انتي اصلا دماغك مركزة في حاجة تانية خالص غير الطريق زي ما قلنا، يا اما فكرة سلبية، يا اما انتي مركزة قوي مع الخوف والتنشنة واعصابك اللي متنشنة، يا اما مركزة مع الشيطان اللي عمال يوسوس معاكي. طب تعالي هديكي مثل كده صغير هتفهمي مني. لو انت مثلا عندك حالة من التوتر او حالة من القلق او الخوف، او اعصابك تعبانة، دايما ينصحوكي بايه بقى؟ يقولولك ايه؟ اقري كتاب حلو لحد انت بتحبي تقري له، اتفرجي على فيلم بتحبيه، الحاجات اللي من النوع ده. ليه هنقرا كتاب او هنتفرج على فيلم وهو اساسا يعني ايه اللي هيعمله؟ كل اللي بيحصل في ساعتها هقولك دلوقتي. انت دلوقتي تركيزك كله بتاخديه
إن التوتر والقلق عايزاه يقل، فأنتِ عايزة تبدئي تركّزي في حاجة تانية، فتبدئي تقري كتاب أو تتفرّجي على الفيلم بيخرّجِك من الmood. الخوف والتوتر موجودين، ما قُلناش أي حاجة، وواقف في آخر الشارع مستنيكِ، هو موجود على فكرة، بس أنتِ بتاخدي زي ما يكون كده بتعملي له أجازة، يعني بتفصلي منّه، أجازة ساعة، ساعتين منّه، تقري كتاب، تتفرّجي على فيلم، تتفرّجي على مسلسل. الخوف والتوتر لسه موجودين عندِك، ولكن أنتِ عملتِ زي إنِّك بتعملي stop كده للتوتر لمدة الساعة والساعتين، تنزلي تخرجي في مكان أنتِ بتحبيه أو تغيّري mood، تنزلي تتمشي. مُخِّك بيحصل فيه إيه بقى في الساعة أو الساعتين دول؟ كل تركيزِك بيبدأ يروح لحاجة تانية، فبيبدأ الخوف بيقل والتوتر بيقل، عشان أنتِ ركّزتِ على الفيلم اللي بتتفرّجي عليه، عشان أنتِ مقررة إن أنتِ خلاص أنا عايزة أخرج من الجو التوتر والتنشنة ده، أعمل إيه؟ أتفرّج على فيلم حلو وأقعد أضحك وأتبسط، بعد شوية وممكن بعد ما الفيلم يخلص هتلاقي نفسِك هديتِ والتوتر قَل. كل اللي أنتِ عملتيه هنا إنِّك ركّزتِ على إن أنتِ عايزة الهدف إن أنتِ عايزة تتفرّجي على الفيلم ده، فخلاص بقى اللي هو أنا عايزة أفصل، فهاركّز مع الفيلم وعايزة أتبسط وأفصل من ده كلّه. اللي أنتِ عملتيه هنا إيه، إنِّك ركّزتِ مع الفيلم. عارفة لو أنتِ قاعدة بتتفرّجي على الفيلم ده ودماغِك لسه شغّالة في الحاجات اللي مضايقاكِ، لا يمكن طبعًا هتستمتعي بالفيلم ولا هتبقي فاهمة أساسًا الفيلم بيتكلّم عن إيه، وبعد ما الفيلم يخلص هيقولوا لِك إيه رأيِك في الفيلم؟ تمام مش بطّال. هو أنتِ أصلًا دماغِك مش معاه، أنتِ لسه دماغِك في الإيه، في التوتُّر اللي في دماغِك أو الأفكار الوحشة اللي في دماغِك. ده بالضبط اللي بيحصل أول لمّا بتيجي تركبي العربية. التركيز كلّه بتاعِك لو راح لناحية خوف أو توتر مش هتعرفي تركّزي مع الطريق ولا مع العربيات، وده بينتج عنّه أخطاء كتير وترجعي تقولي أنا مش فالحة، أنا مش نافعة، أنا مش عارفة أكمّل، علشان أنتِ ما كنتيش مركّزة. طيب باختصار بقى والخلاصة، إيه اللي مفروض أعمله علشان الخوف والتوتر ما يأثّرش على تركيزي؟ أنا عايزاكِ تعملي زي كإنِّك خطوات step by step 1، 2، 3، 4 عارفة كإنِّك بتسمّعي خطوات لحاجة، كإنِّك بالضبط بتعملي طبخة، الطبخة دي بتتعمل بطريقة معيّنة والطريقة دي بتتعمل بخطوات، 1 هنحط كذا، 2 كذا، 3 كذا، لو في حاجة اتعملت قبل حاجة بتبوظ. ده بالضبط اللي أنا عايزاكِ تعمليه لمّا تيجي تسوقي، ممكن تكتبي ده في ورقة وقلم أو تكتبيه notes على الموبايل أو حتى تحطيه في دماغِك، المهم إن أنتِ تعملي زي خطوات. 1 أنا هانزل النهارده من البيت بإذن الله، 2 هانزل العربية أشيّك مثلًا على الكاوتشات بتاعتها، 3 هافتح العربية وأدوّرها وأسخّنها، 4 على ما العربية بتسخن هاضبّط الكرسي بتاعي، أضبّط المرايات، ألبس الحزام. 5 هابدأ إن أنا أشوف الركنة اللي أنا راكناها دي هاطلع منها إزاي step by step وهكذا، كإنِّك بتحددي خطوات لدماغِك إن أنتِ هتمشي عليها، كإنِّك بالضبط بتسمّعي زي كإنِّك كده بتسمّعي كإنِّك بتذاكري، بتسمّعي الخطوات 1 كذا، 2 كذا، دماغِك في اللحظة دي هتبدأ تركّز على الخطوات واحدة، واحدة، أنتِ بتحاولي إنِّك تخلّي مخِّك يشيل فكرة الخوف والتوتر ده ويبدأ يركّز على 1 هاعمل كذا، 2 هاعمل كذا، 3 هاعمل كذا، ما تسيبيهاش كده، لكن لمّا بتسيبيها كده هتلاقي دماغِك الوسواس شغّال والأفكار السلبية شغّالة والخوف والتوتر عمّالين يزيدوا ومش هنخلص، لكن لو عملتِ الخطوات دي وارد جدًا، جدًا إن شاء الله الخوف بتاعِك هيقِل ويبدأ بقى مُخِّك بيروح للعربية وبيروح للطريق. طب لمّا نيجي نطلع مثلًا على الطريق هنعمل إيه، هاركّز مثلًا كإني باسمّع لنفسي، 1 هامشي على جنب الطريق وهاخد الحارة اليمين، 2 هامسك الدركسيون مش عارفة إزاي، 3 لو حد ع كَسَر عليَّ هاحاول أهدّي وأتفاداه، لو هاخد اليوتيرن هاطبّق قاعدة الكتف، بُصّي كإنِّك بتسمّعي لنفسِك، عارفة لو طبّقتِ الخطوات دي هتلاقي مُخِّك خلاص هو مركّز في الطريق، مركّز في العربيات. كمان الفكرة دي هتساعدِك في إيه، إن أنتِ أخطائِك هتقِل جدًا، يعني الأخطاء اللي أنتِ بترجعي بيها وراجعة متعقدة منها وإنِّك خبطتِ أو العربية اتحكِّت منِّك أو مش عارفة احتستِ مش عارفة في إيه، أو واحد كسر عليكِ خضِّك، كل الحاجات دي هتبدأ تقِل لإنِّك أنتِ مركِّزة. 90% من سواقتِك إن ما كانش 100% بتعتمد على تركيز مُخِّك. وعلى فكرة الموضوع ما لوش علاقة بحد لسه جديد أو حد لسه ممارس ومحترف، أي حد أنتِ منبهرة بسواقته، أخوكِ، باباكِ، جوزِك، مامتِك، أختِك، صاحبتِك، أي حد من دول بيسوق بقى له سنين وأنتِ نِفْسِك تبقي زيه، اسأليهم كده في يوم، اليوم اللي بتنزل فيه من البيت وأنت مش مركِّز، إيه اللي بيحصل؟
هيقول لك كوارث طبعا، بتحصل معاهم مشاكل كتير قوي، وكلنا بتحصل معانا واحنا بنسوق حاجات كتير قوي بسبب عدم التركيز. لو انت مش مركزة في الحاجة بتحصل اخطاء كتير قوي. برضو مواقف كتير حصلت لي معايا بسبب ان ممكن يكون اللي حواليا مش مركز. مرة واحد عدى من جنب عربيتي بسرعة رهيبة وكان قريب جدا جدا. انا متأكدة وواثقة ان هو ما كانش مركز في ان المسافة اللي بيني وبينه قليلة، وطير المراية الحمد لله واتكسرت. وبعدها الراجل فضل باصص لي كده اللي هو مخضوض جدا، وهو اساسا تقريبا ما كانش مركز خالص، وهو بقاله اكيد سنين بيسوق، بس ان للحظة ان هو مركز شال مراية العربية اللي جنبي، ودي كنت أنا، يعني الضحية جت عندنا. ومرة تانية برضو حصل موقف يعني وحش جدا ما اتمنهوش لألد أعدائي، إن شفت عربية قدام عيني بتتقلب وبتطير في الهواء على طريق سريع. عربية لا قدر الله، يعني ربنا يكفينا الشر، طلعت على رصيف وبعد كده اتقلبت ونزلت على سقفها. طبعا كان موقف صعب جدا جدا، يعني ربنا ما يكتبه على حد أبدا. المهم والخلاصة، أنا مش بقولك الكلام ده علشان أخوفك أو أوترك خالص، بس هو ممكن جدا يكون اللي كان سايق ساعتها ما كانش مركز إن الطريق كان برضو عتمة وضلمة، ما كانش واضح، وللأسف العربية خبطت وطارت في الهوا ونزلت على سقفها، برغم إن العربية دي ما فيش أي حد جه جنبها. يعني أنا شايفاها وهي بتتقلب ما كانش في حد حواليها، يعني لا حد زنق عليه ولا حد كان واقف قدامه مرة واحدة. فوارد جدا يكون اللي كان سايق لا قدر الله ممكن يكون كان سرحان، كان نايم، كان تعبان، مرهق، باصص في الموبايل، اي سبب. فممكن تركة صغننة قوي من عدم التركيز، او ان انتي حاجة تشغلك عن الطريق مرة واحدة في لحظة ممكن تحصل مصيبة. ممكن تيجي حاجة بسيطة، ممكن حاجة تيجي كبيرة. فعشان كده انا عاملة لك الفيديو ده بقولك فيه ان التركيز مهم جدا جدا. لو ما ركزتيش اخطاء كتير هتحصل، بلاوي كتير ممكن تحصل انتي في غنى عنها. فمن هنا ورايح ان انتي خلاص مقررة هتركبي العربية، يبقى مخك كله مركز مع العربية والطريق، وما تشغليش بالك بقى بأي أفكار تانية. كده كده هتروحي وتركني العربية والأفكار هترجع تاني وخلاص. بس لمجرد اني ركنت العربية وسبتها وطلعت منها، أرجع بقى للتوتر والقلق والخوف اللي مسيطر على دماغي ده. وهو راجع مش هيروح بعيد، هو يعني الهم مش هيسيبنا، هو موجود معانا. بس لسلامتك وصحتك وسلامة عربيتك والناس اللي معاكي، وعشان روحك وأرواح اللي معاكي وأرواح الناس اللي حواليكي، من فضلك ركزي على قد ما تقدري، سواء انت حد لسه جديد أو حد بيسوق بقاله زمن. أنا شخصيا كنت في مرة ماشية في شارع ومشيت فيه 7000 مرة وحافظاه وعارفاه، وفي يوم كنت ماشية فيه وسرحانة ودايسة بنزين والعربية سريعة جدا، وانا عارفة ان في اخر الشارع في مطب، وانا عارفة الطريق ده وحافظاه. فجأة انا وانا ماشية بسرعة لقيت المطب قدامي. كل ده ليه؟ عشان انا كنت سرحانة. طبعا لولا ستر ربنا الحمد لله اني لحقت افرمل وهديت العربية قبل المطب بنص سنتي والله. يعني سبحان الله الفرامل الحمد لله وقفت العربية قبل المطب. لو كنت كمان لو كملت وكنت سرحانة، العربية كانت زمانها زو زو وطارت في الهواء واتخبطت وكانت حصلت كوارث. كل ده ليه؟ عشان كنت سرحانة ومش فاكرة ساعتها كنت بفكر في ايه، ومع اني مشيت في الطريق ده 700 مرة. ما بالك بقى انتي لو لسه جديدة ومش حافظة الطريق قوي ولسه متنشنة؟ فطبيعي لو انتي مش مركزة هتخبطي وهتتخبطي وهتحصل معاكي حاجات كتير قوي. كمان الموبايل برضو ليه عامل كبير قوي. لو انت ركزتي مع الموبايل او شفتي اي حد وهو سايق على الطريق ماسك الموبايل، هتلاقيه بيعك الدنيا، ماشي في نص الحارات ومش في حارة واحدة، هتلاقيه عمال يحود يمين وشمال، مش مركز اصلا مع الطريق، لان في حاجة شاغلة تركيزه والموبايل، وده غلط جدا. فشوفي كده وقيسي على كل الناس اللي حواليكي، سواء حد محترف، حد بقاله زمن وعمر بيسوق، حد لسه مستجد في السواقة. كل دول اول لما بيجوا يسوقوا جديد او احترفوا خلاص، لو هو مش مركز شكرا خلاص في اخطاء كتير او ممكن تحصل. لو في مثلا اي فكرة او وسواس على دماغك مسيطر عليكي، كل ده بيأثر عليكي جدا. كمان مستواكي اما بيبدأ يتحسن واخطائك بتقل، يعني الحمد لله لما كل مرة بتنزلي وما بتغلطيش او تخبطي او تتخبطي، ده هيفرق معاكي نفسيا جدا، ان انت كل مرة هتلاقي نفسك مستواكي بيتحسن. فهتروحي البيت النهاردة انا مبسوطة، انا النهاردة انجزت، النهاردة عملت حاجة. نفسيتك هتتحسن وحاجات كتير هتتحسن، وهتتشجعي وهتنزلي يوم في 2 في 3. وما تقلقيش حتى لو حصل اي اخطاء منك، عادي جدا، دي واردة وبتحصل مع كل الناس، وما تيأسيش وكملي وانزلي. فطبقي القواعد دي اللي بقولك عليها، صدقيني هتساعدك جدا جدا في ان انت تسيطري على الخوف والتوتر. اكتبيهم كده في ورقة او حطيهم في دماغك بالطريقة اللي تحبيها، ستيب باي ستيب، امشي خطوة خطوة، واحدة واحدة، وحطي الخطوات دي
في دماغِك أو في ورقة وهتفرق معاكِ أوي، وركّزي عليها وحدّدي هدفِك، يعني أنا النهارده هانزل فخلاص أنا هاركّز على الخطوات دي ومش عايزة أي حاجة تانية تسيطر على دماغي، أي فكرة وِحشة أو أي وسواس، علشان أبدأ إن أنا أقلِّل أخطائي على قد ما أقدر، وإن أنا أحسِّن نفسيتي لمّا أسوق كويس. جرّبي تطبّقي الخطوات دي وقولي لي إيه رأيِك فيها، ويا رب إن شاء الله تكون فكرة كويسة تساعدِك إن أنتِ تقضي على الخوف والتوتر، وربنا يستر طريقِك.